فأوروبا اشتغلت في الحملات الصليبية، ثم لما تنجح أدت إلى وجود عملاء إما من حكام ومفكرين ومشايخ لهدم الخلافة الإسلامية هي الحصن الحصين والمعقل الأخير لجمع وحدة المسلمين. فعندما قضوا على الخلافة الإسلامية قاموا بسايكس بيكو بتفتيت العالم الإسلامي إلى دول وجعلوها تحت الهيمنة الفرنسية البريطانية. ثم بعد الحرب العالمية الثانية دخلت أمريكا، وأمريكا أعادت أو ورثت الاستعمار البريطاني والفرنسي في المنطقة، فصارت هي السيد المطلق من بعد سيادة بريطانيا وفرنسا. فالأمة مرت في القرن العشرين تحت سيادة الإنجليز والفرنسيين، ثم بعد الحرب العالمية الثانية انتقلت إلى السيادة الأمريكية. أما في بداية القرن الواحد والعشرين والعياذ بالله ستنتقل الأمة إلى السيادة الصهيونية، وهذا ما يعمل عليه بايدن وبعض الأنظمة العربية لكي تكون الصهيونية أو اليهود هم قادة العالم الإسلامي. تصوروا احنا في زمن 5 ملايين يهودي في فلسطين يتحكمون في 1500 مليون مسلم. يجب أن يستمر الوعي، يجب أن تستمر الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى على الأمة حتى ندمر هذه المخططات التي ستودي بنا إلى الهاوية. يجب أن تنتبه الأمة على المخاطر التي تتعرض لها. الأمة الآن بعد مشروعات بايدن ستقوم بعمل تحالف إعلانه وشعاره هو عمل أحزمة دفاعية وحماية عن المصالح العربية، وهي في الحقيقة مصالح إسرائيل، ضد إيران وضد الصين وضد روسيا. راح يكون الأموال من الدول العربية، من الدول الغنية، وراح يكون الرجال والجيوش من الدول العربية، بعض الدول العربية اللي فيها عدد سكان مرتفع، وراح تكون القيادة الإسرائيلية برعاية أمريكية. هذا ما يروج له بايدن الآن. فهل تستفيق الأمة على المخاطر المدلهمة على وجودها؟ لأن القضية ما راح تكون بس فقط أموال، راح يحارب دينها، راح ينشر المثلية، راح تشوفون شعارات المثليين في كل مكان، بل قد يكون هناك ستصدر قوانين برعاية البرلمانات لإقرار الزواج المثلي والشذوذ والعياذ بالله. راح ينتشر الإلحاد، راح تشوفون كل هذه الأنواع منتشرة في العالم الإسلامي. فتلاحقوا دينكم، البدار ما بقى لكم إلا دينكم وعرضكم وشرفكم ومقدراتكم. أما آن الأمة هذه أن تصحوا. أرجو أن لا يذهب صراخي واستغاثتي أدراج الرياح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.